في الحلقة دي هيكلمنا المغامر أحمد عكرة عن تجربته السرية في السفر والعمل خارج مصر، ورأيه بقى في الدنيا جوه مصر وبره مصر والجواز من بره مصر وستات مصر. أنا اسمي أحمد صلاح محمد خيري عبد العزيز عكرة عشان أختصر لك. عندي 37 سنة، بشتغل في الاستيراد والتصدير من أسيوط. بشتغل في الاستيراد والتصدير بقالي حوالي 15 سنة. بس المنافسة برضه بتعلم، ودي من الحاجات برضه طبعا المنافسة جميلة، المنافسة حلوة جدا، بتفوقك. التصدير الدولة بتساعده جدا جدا جدا، يعني أنا دايما أقول هو الابن المدلل للدولة التصدير. أنا سافرت راجل كام يعني دولة؟ سافرت 10 دول وعشت في 3 وما كانش عندك أحلام؟ نهائيا. أنا كنت فاكر إن أنا بلعب على الكمبيوتر بس، في بضاعة جت، في فلوس اتحولت، في ناس راحت المينا، وفي ناس اتحركت، وفي مصنع بعت لك بضاعة. فلا ده مش لعب. ان انا اعمل شركة استيراد، فدخلت ادور على النت تتعمل ازاي شركة الاستيراد. عملنا شركة الاستيراد، عملنا كل ده، ويلا نسافر الصين. وعليكم السلام، انا عايز اسافر الصين. قال لي معاك كام فلوس؟ قلت له معايا 100,000. ما كانش معايا فلوس اصلا. قال لي دول ما يشربكش ميه. قلت له طب اعمل ايه يعني؟ قال لي روح بيتكم احسن. وكملت الموضوع دلوقتي لغاية دلوقتي، موضوع الحج والعمرة والحاجات السعودية وكده. بنطلع موضوع العمره ده، بنطلع تاشيرات عمره وبنطلع كل حاجه. نفس مبدأ المعرفة، لو أنت عارف حد. هو كل الفكره علشان انا شغلانتي كلها معلومات، ما عنديش حاجه نهائيا غير المعلومات والمعارف. دي رابع سفريه، الخامسه قررت فيها ان انا اعيش في تعيش في الصين. شركة دورها توصيل شحن داخلي هي بين شركه الشوارع. ان انا اسهل على الناس حاجه، فجت واتس فاتوره، فكانت من اجمل المشاريع طبعا. فوقتها احمد عكرة ترك تخصصه ليعمل في توصيل الطلبات للمنازل. اتعرفت على مراتي في الامارات واتجوزنا ونزلنا مصر. بعدين رحنا سافرنا على كازاخستان. اللي هي أصلا كازاخستانية. مراتي كازاخستانية. قعدنا 6 شهور نايمين على الأرض، الأرض حرفيا يعني. هيئة كرتونة. كان الراجل جاي ياخدها، قلت له سيبها. فأنا كنت ساكن في 6 أكتوبر، فنزلت الحصري، مكان التجمع الناس وكده، فعلشان أبيع السفارة رخيصة عشان أشتري عشاء. قال لي لبسها نقاب وقعدها جنب أمي. بشكل عام الفرق بقى من الحياة بين الصين وكازاخستان ومصر. مصر والصين مفيش مقارنة، يعني عشان هتقارن هتتعب. عيش كل بلد بالحلو اللي فيها والسلبيات تقبلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن الزيدي، وحييكم حلقة جديدة من زيديات بودكاست. في الحلقة دي هيكلمنا المغامر أحمد عكرة عن تجربته السرية في السفر والعمل خارج مصر، ورأيه بقى في الدنيا جوه مصر وبره مصر والجواز من بره مصر وستات مصر. حاجات كتير كده هيكلمنا عنها أحمد عكرة. انا بس عايز اقول لك على حاجه انا افتكرتها حالا. بس اتفضل. انا كان من ضمن المشاريع، يعني كنت عايز افتح شركه بتاع تسويق وكده، ده زمان زمان خالص يعني. فقلت في الاول اشوف النشاط ده موجود ولا لا. انت كنت اول واحد. يا باشا ده شرف ليا. الكلام ده ممكن يكون 2011 2012 لو انت بادئ قبل كده. أنا بدأت غير رسمي 2015 ورسمي 2017. كان عند ابراج النصر. أيوة ده كان 2017. احمد ربنا. يا باشا الحمد لله. بس المنافسه برضو بتعلم، ودي من الحاجات برضو طبعا المنافسه جميله، المنافسه حلوه جدا، بتفوقك. اللي فاكر ان السوق لما يكون فيه لوحده هيبقى استفيد. لا لا لا، بيبص تحت بالعكس، رجليه. بتفتكر ان انت حصان اسود وممكن تكون انت ولا حاجه. ده بجد المنافسه مفيده، والمنافسه بتساعدك انك تحسن من نفسك طول ما هي منافسه شريفه يعني. هو احلى حاجه في المنافسه الاند يوزر الكاستمر هو المستفاد اكتر حد. بالظبط كده. بالظبط. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عرفنا نفسك بقى من اول كده عشان نبدا التجربه الجميله بتاعتك. حبيبي ربنا يخليك. بص يا غالي، انا اسمي احمد صلاح محمد خيري عبد العزيز عكرة عشان اختصر لك. عندي 37 سنه، بشتغل في الاستيراد والتصدير من اسيوط. بشتغل في الاستيراد والتصدير بقالي حوالي 15 سنه. بشتغل استيراد من 2013، بشتغل تصدير من 2023. ما شاء الله. بتصدر تصدير، من مصر؟ بصدر من مصر بقالي كام سنه كده، سنتين مثلا. الناس ممكن مش واخده بالها قيمه الاستيراد والتصدير، بس يعني احنا تقريبا عجز بس الاستيراد والتصدير في مصر 30-40 مليار دولار كل سنه.
فده بص التصدير الدولة بتساعده جدا جدا جدا. يعني أنا دايما أقول هو الابن المدلل للدولة. التصدير طبعا في طبعا مشاكل، بس هو أحسن بكتير جدا من الاستيراد. أي دولة مش مصر بس، أي دولة تدعم التصدير. ليه؟ لأن هو عملة صعبة، هو القوة الحقيقية. مصر يمكن الناس تفتكر ان ده مبالغه، بس مصر رائده في حاجات كتير خالص. رائده في تصنيع الاقمشه، مصر رائده في الحاصلات الزراعيه، في كذا موضوع يعني. اصلا بعض المصانع الحاجات بتاعتها ما تخش مصر. في منتجات كتير جدا بتتصنع مش للسوق المحلي، بتتصنع جوه مصر مش للسوق المحلي. في براندات عالميه كبيره جدا 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 بالاف الدولارات بتتصنع جوه مصر عادي خالص. لكن انت عندك ايدي عامله رخيصه مقارنه ببره. رخيصه جدا. الحكومه في مصر رغم كل شيء الحكومه بتدعم اي مستثمر عايز يجي مع شويه بيروقراطيه، بس الحكومه بتدعم وجاهده ان هي تدعم طبعا. تعالى نبدا بقى من بدايه الموضوع. بدا ازاي اصلا؟ من 15 سنه يعني، كان وقت عندك 22 سنه. عندي 37 15 تقريبا بالظبط. هو بص عشان ابدا لك الموضوع كان ازاي. انا ما كانش عندي اي احلام للسفر نهائيا. انا سافرت راجل كام دوله؟ سافرت 10 دول وعشت في 3. ما كانش عندك احلام نهائيا. ما يعني بص انا ما اعرفش اصلا ما اعرفش المطار اصلا يروحوا ازاي يعني. ما كانش فيه حلم للسفر اصلا. كل الفكره كانت ان انا لما بدا الانترنت يدخل مصر، يعني جينا في 2007 رحت عامل وصله نت وصل للناس وخد 30 جنيه. كانت مشهوره قوي وقتها زمان، مشهوره جدا، وكنت بكسب منها حلو قوي بصراحه. بس فكان في الفتره ده هي حسيت نفسي ان انا بفهم في موضوع الشبكات ده كويس، ان انا اعرف اوصل شبكه واعمل اسلاك وكده. افتكرت نفسي بعرف كويس. فلما عجبني الموضوع وانا كنت متفرد بيه بقى في المنطقه، عبقريين ورايح جاي فين اللي هيشغل الكمبيوتر وبتاع وهيشغل لنا النت. فعجبني الموضوع، فدرست في كليه حاسبات ومعلومات حاجه اسمها CCNA. تمام. ده كانت كورس موجوده وقتها زمان عندنا. كانت موجوده. مش فاكر السنه بالظبط يعني، بس هو ممكن يكون 2008 2009 كده. بعدين الموضوع عجبني خالص. اكتشفت ان انا كنت فاكر نفسي فاهم وانا مش فاهم حاجه خالص. فلما درست CCNA من سيسكو عجبني الموضوع، فرحت واخد حاجه اسمها CCNP اللي هو الادفانس بتاعها. بالظبط. بس اللي مش فاهم، دي شهاده في الشبكات بالظبط بتقدمها شركه سيسكو. امتحنت بقى ولا خدت كورس بس؟ امتحنت واخدت درجه حلوه يعني خالص. كلام جد؟ امتحنت CCNA وCCNP. اللهم صل على النبي. بس اللي عارف انت الحاجات دي يعرف الموضوع كبير يعني. بس فلما عجبني الموضوع اكتشفت ان كان ناس كتير في حاسبات ما بتاخدش CCNA، ما يفهموش في الشبكات اصلا، وانا كنت بدري جدا يعني. فقلت خلاص اروح اشتغل بقى، افكر ادور على اشتغل في السعوديه بقى حاجه كده، بس الموضوع ما جاش معايا خالص. ففي الفتره دي اللي انا كنت بوصل فيها شبكات، جه شخص قال لي احمد في واحد صاحبي عنده شبكه منزليه عايز الاسلاك اتقطعت عايزك تعملها. فرحت عملتها للراجل، وصلتها بكل بساطه كده، وانا ماشي راح مديني 100 جنيه. حلو زي العسل. الكلام ده سنه كام؟ 2009 او 2010 بالظبط. لو قلنا الدولار وقتها كان ب5 جنيه ونص. 5 جنيه 95 6 جنيه تقريبا يعني. بالظبط. 100 جنيه بنتكلم في 16 دولار. لسه الارقام هتيجي كتير قوي، بس اصبر. لو ما يساوي 800 جنيه النهارده. اداني 1000 جنيه، اداني 100 جنيه كانت حلوه قوي. بعدين قال لي احمد انا عايزك تجيب لي ايميل بتاع شركه. قلت له مفيش مشاكل. فهو جاب لي كاوتش عربيه، مش كاوتش عربيه النقل التقيل، الكاوتش الداخلي. تمام. كان عايز اداني الكاوتش وقال لي اديني تعرف تجيب الايميل بتاع الشركه دي؟ قلت له اعرف. انا فاكر الشركه دي كانت شركه في كوريا اسمها دونج اي. جبت الايميل ورحت مديهوله، فراح قال لي طب معلش تواصل مع الشركه عايزين نشتري بضاعه بتاع. قلت له مفيش مشاكل. تواصلت مع الشركه قلت لهم عايزين شويه بضاعه. الموضوع كان ضحك في لعب يعني. هو في فرق توقيت، فاحنا كنا نيجي مثلا الساعه 2 بالليل نكلم المصنع في الصين. هو المصنع في كوريا، المصنع في كوريا لكن له مكتب في الصين.
فكنا نتواصل مع المصنع كل يوم، وعايزين الكاوتش الفلاني، عايزين الشكل كذا، عايزين البلف شكله كذا، مش عارف ايه. طيب عملنا فاتورة، والفاتورة كانت وقتها $55,000. عملنا الصفقة والفلوس، وبعتنا الفلوس، البضاعة جت. يا سلام. والله يعني انا كنت فاكر نفسي بلعب. فبعدين جينا عشان نتحاسب، فادوني 1000 جنيه. فانا كنت عايز يعني حاجه من الاثنين، يا يشغلوني عندهم سكرتير واجيب يعني كل شهر مثلا او كل 3 شهور اعمل لهم صفقه يدوني 1000 جنيه ولا 3000 جنيه، يا اما يدوني 1%، كان حوالي 3000 جنيه تقريبا. هم ولا رضيوا بده ولا رضيوا بده. ف سبتهم وخلاص ومشيت. بس كان الموضوع بالنسبه لي ممتع جدا. انا اكتشفت، انا كنت فاكر ان انا بلعب على الكمبيوتر، بس في بضاعه جت، في فلوس اتحولت، في ناس راحت المينا، وفي ناس اتحركت، وفي مصنع بعت لك بضاعه. فلا ده مش لعب خالص. فاهم انت؟ الناس محتاجاك. طب طالما انت محتاجني وما تعرفش تعمل اللي انا بعمله، اخد عليه فلوس. ففي الوقت ده يعني 2011 تقريبا، كان عاجبني خالص موقع اسمه علي بابا، موقع الصيني المشهور ضخم جدا يعني. فكان عاجبني جدا موقع علي بابا، كنت فرحان بيه جدا يعني. كنت ادخل على موقع علي بابا ادور على المنتجات واشوف ايه ده في الصين ده رخيص جدا. كل ما اسال حد اقول له تعرف موقع علي بابا؟ محدش عارف. طب يا جماعه نشتغل ازاي؟ نعمل ايه؟ وقتها كان ليا واحد صاحبي شغال في اكسسوار موبايل، فكان بيبيع الكروت الميموري. اشترينا 2000 كارت ميموري من موقع من موقع علي بابا، وبعتنا الفلوس. وكلمة بعتنا الفلوس دي أنا سافرت القاهرة عشان ما كانش فيه ويسترن يونيون، وحصل مشكلة كان في الإرسال، لأن الصينيين يكتب الاسم العائلة الأول. يعني أنا اسمي أحمد عكرة، لما اسمه في الباسبور عكرة أحمد. فحصلت مشكلة في الإرسال، فرحت القاهرة تاني. المهم يعني بعتنا الفلوس، وجات الكروت على البريد المصري، ودفعنا جمرك 750 جنيه. أنا فاكر اليوم ده بالظبط. كنت فرحان يعني، وأنا راكب القطر رايح عشان استلم الكروت. كنت فرحان جدا وأنا راكب القطر رايح القاهرة عشان استلم الكروت. ف دفعت الجمرك وقلت للموظف انا مش معايا فلوس وما اعرفش. قال لي انت لازم تكون شركه، والراجل ساعدني يعني. فدفعت 700 جنيه او 750 واستلمت الكروت. كنت فرحان جدا جدا جدا. احلام لا تتخيلها. انا جايب الكارت كان $1 تقريبا، كان $1، وهو كان بيتباع في مصر $2. فانا هكرر الموضوع ده كل 3-4 ايام. كان كارت كام مساحته؟ كان 2 جيجا، ولكن كل الكروت جت بايظه. يا الله. رجعت من يعني انا معايا شايل الكرتونه، راجع بيها من القاهره لاسيوط. الاحلام عماله تزيد. ما انا جبت البضاعه خلاص. بعدين اجرب كارت ما اشتغلش، قلت مش مشكله، باقي 1999 كارت. وبعدين كان هم حاطين اول 100 كارت حاطين في 1 ميجا، وال1900 بايظين كلهم. فاحنا كنا داخلين الموضوع ده شركه، انا دافع كام ألف، وواحد صاحبي تاني دافع كام ألف، وكل حد دافع مبلغ وخلاص يعني. محدش كان عايز يكمل. خلاص انت خسرت. انا الموضوع احلو جدا في دماغي. فاهم؟ خلاص انا عملت البروسيس صح، لكن كان كل المشكله ان انا اشوف سبلاير كويس. ففكرت ان انا اعمل شركه استيراد. فدخلت ادور على النت تتعمل ازاي شركه الاستيراد. عملنا شركه الاستيراد يعني. طبعا كان سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، مزاوله مهنه، مش عارف ايه. عملنا كل ده ويلا نسافر الصين.
ما فيش رخصه اللي هي تصدير؟ ما هي البطاقه الاستيراديه. عملت الورق، وبعد ما عملت الورق رحت عند في مطعم اسمه مطعم الازهر هنا في اسيوط، اللي في فوقيه عماره الاوقاف. بالظبط، فوقيه في مكتب اسمه الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والواردات. رحت المكتب، قلت له انا عملت السجل التجاري والبطاقه الضريبيه وكده. فقال لي تسافر القاهره، شارع معروف، تستلم البطاقه الاستيراديه، يعني هيراجعوا تستلم البطاقه. عملت ده وسافرت واستلمت البطاقه الاستيراديه. كنت سعيد جدا جدا. يعني انا راجع من القاهره لاسيوط، انا شايف نفسي ان انا مستورد، وهو فعلا انا مستورد مقيد في سجل المستوردين، بس انا ما استوردتش. فقعدنا قعدت اخطط ان انا اسافر الصين ازاي. فكان موضوع لطيف طبعا، ان انا مش معايا فلوس وانا عايز اسافر الصين، وانا ما اعرفش اصلا الصين يعني يروحوها ازاي. يعني انا افتكر لما عملت اول صفقه بتاعت الكاوتش العربيه ده، فالناس قالوا لي تسافر المانيا. قلت لهم اسافر المانيا؟ انا ما اعرفش اصلا المانيا تتراح ازاي، ما اعرفش فين المطار والله. فلما رجعت البيت كان والدي لسه عايش، الله يرحمه. الله يرحمه. فقلت له بابا انا مسافر الصين. قال لي فين الصين دي؟ قلت له ما اعرفش انا الصين فين، شوفها على الخريطه، أنا ما اعرفش في المكان. ف فضلت اخطط للصين وانا مش عارف هروح فين، يعني مش عارف هبدا منين. فنزلت اسال الناس التجار، طب ما تعرفوش حد سافر الصين قبل كده؟ قالوا لي على تاجر بتاع اكسسوار، اللي هو العربيه اللي كانت بتبيع الحاجات اللي هي ب2.5 والحاجات اللي زي كده، الخردوات دي. الخردوات بالظبط. فرحت رايح للراجل ده، انا فاكر شكله وفاكر كل الكلام، يعني كانه لسه امبارح. الكلام ده مثلا من 2012. رحت له، الناس وصفتني عليه هو ده الوحيد اللي بيسافر الصين وده ربنا كرمه، فانا خلاص هروح. رحت له، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا عايز اسافر الصين. قال لي معاك كام فلوس؟ قلت له معايا 100,000. ما كانش معايا فلوس اصلا. فقال لي دول ما يشربكش ميه. قلت له طب اعمل ايه يعني؟ قال لي روح بيتكم احسن. انا طلعت من عنده وانا قلت والله لا اسافر الصين. فاهم؟ انت متعلم وانا متعلم، انت هتسافر، انا عندي ايدين ورجلين. طلعت من عنده وانا مقرر ان انا خلاص لازم اسافر الصين. ورجعت ادور على النت. افتكر طبعا اكتر حاجه ساعدتني في الصين، ولان لما سافرت الصين شفتها قبل كده بالظبط، كان في منتدى اسمه المسافرون العرب او العرب المسافرون. كنت ادخل على المنتدى ده اشوف تجارب الناس. سافر، كان في مثلا الناس اللي سافرت ماليزيا، الناس اللي سافرت الصين، الناس اللي سافرت هونج كونج، الناس اللي سافرت ايو في الصين، الناس اللي سافرت جوانزو. ففضلت اقرا واكتب. انا خلاص انا قررت اسافر الصين، هنطلع التاشيره. فرحت سافرت القاهره، سلمت الباسبور في السفاره. فقالوا لي احنا مش بنتعامل اصلا مع جمهور، لازم تتعامل مع مكتب. تعاملت مع مكتب واديته الورق. كانت التاشيره وقتها كانت 250 جنيه تاشيره الصين. سنه كام ده؟ 2013. يعني كان وقتها ب7 جنيه تقريبا، او لسه كان برضو ب6 جنيه لسه. لا 2013 كان 7 جنيه شويه، اللي هو بعد يعني كان لو في النص التاني من 2013 كان 7 شويه. بالظبط. انا لسه كنا لسه ما سافرناش. انا كان كل المحاولات دي كانت لسه في 2012. محاولات السفر كانت لسه في 2012. كان معايا الباسبور. وبعدين فكرت، فضلت اسال الناس وكده ورتبت. وحصلت مشكله ان كان يعني انا مش معايا الفلوس اللي انا هسافر بيها اصلا. انا عايز اسافر ومش معايا الفلوس اللي انا كنت حسبت محتاج كام؟ انا كنت بحسب تكلفه السفر بس، يعني مش هشتري بضاعه. كنت عارفها كام طيب؟ لا بس انا فاكر يعني اول تذكره كانت ب 4200 جنيه الصين رايح جاي، اللي هو 4200 $700 تقريبا، تقريبا اللي هو 35,000 جنيه. بالظبط. هو حاليا بكام؟
الدولار لا التذكره راح جاي بكام؟ تذكرة يعني تعملها حاجة و20,000. طيب حلو. سافرنا آسف، بعت الباسبور لشركة. الشركة بعد ما قالت لي هاخد منك 250 قال لي هاخد منك 2200. قلت لهم لا ده انتوا نصابين ومش نصابين وبتاع. فراح رجعوا لي الباسبور. بعدين رحت رايح السفارة تاني. فكان في واحد بيقول لي ايه ده انت جاي السفارة على طول؟ انا سافرت قبل كده مش عارف ايه. قلت له طب معلش ساعدني. فوداني الشركة بطلعت لي الباسبور. خدت كام؟ طلعت لي الفيزا. خدوا 1700 جنيه بس يعني كان كويس. بعدين اللي كان عاوز يسافر الصين كنت بكسب منه وبطلع له انا التأشيرة، يعني اديني الباسبور واديني انا الشركة واكسب منه. لو مثلا هو 1700 تاخد منه 2000 2200 مثلا اخد 500 جنيه على الباسبور. فالمعرفة ما كسبت منها برضه، معرفة الشركة ده هي. وكملت الموضوع دلوقتي لغايه دلوقتي موضوع الحج والعمره والحاجات السعوديه وكده. بنطلع موضوع العمرة ده بنطلع تأشيرات عمرة وبنطلع كل حاجة. نفس مبدأ المعرفة. لو انت عارف حد هو كل الفكرة علشان انا شغلانتي كلها معلومات، ما عنديش حاجة نهائيا غير المعلومات والمعارف، ما عنديش بضاعة. فهي كل الفكرة انا المعلومة دي انا اشتريتها بسفر، اشتريتها بعلاقات مع الناس، اشتريتها بحاجات كتير خالص. فانت بتيجي تاخدها مني فانا ببحالك برضه. بس الناس بتبقى فاهمه اصلا اهم حاجه في البيزنس حاليا علاقات. انا النهارده يعني لو ما اتحركتش من القهوه مش هعرف غير الناس اللي في القهوه، فاهم؟ فاتحركت من القهوه رحت بلد تاني، البلد دي كلفتني. فكل دي مصاريف كتير جدا. فعلشان اطلع المصاريف ده هي وعلشان اكسب منها بستغل المعلومات اللي انا خدتها ببيعها. مش ببيعها يعني انت عايز تشتري بضاعه فما تجيش تقول لي احمد معلش اديني مصنع مثلا بتاع موبايل اكسسوار موبايلات، انا ادي لك اكسسوارات موبايل، انا ادي لك المعلومات اللي عندي ابيع لك انا. لكن الناس بتفهم ده غلط، فاهم؟ لا ايه ده انت بتبيع لي معلومه؟ لا انا ببيع لك بضاعه بس انت عايز يعني تتخطاني بس، ادي كل القصد. وبرضه ممكن هو مش فاهم انه لو تخطاك ممكن يشتري البضاعه غلط، ممكن يشتريها غلط زي الميموريز اللي اشتريتها في زي الميموري اللي اشتريتها بالظبط. فهو الموضوع ليه ايجابيات وليه سلبيات. زي اللي بيشطب بيت، انت ممكن تجيب بالزبط. مهندس يشرف لك او تتعامل مع صناعيه مباشر. بالظبط. عشان كده حتى دايما انصح الناس اقول لو انت مسافر الصين روح تعمل مع مكتب، ما تتعاملش مع المصنع مباشره. مع المصنع مباشره في مخاطر كتير. لا انا بس عشان ارجع لموضوع السفر، كانت اول سفريه كانت ممتعه جدا. انا جيت اسافر فكان المفروض هاخد فلوس من حد، ما خدتش الفلوس فما كانش في اي حاجه. فامي قالت لي احنا مسافرين نعمل عمره، طب يلا توكلنا على الله. فكان اول ختمه على الباسبور كان العمره. ما شاء الله. ده كان خدوك معاهم كده؟ خدوني معاهم كده. كان يعني هي كانت في تفاصيل كتير، بس هو جه الموضوع ان كانت اول التاشيره طلعت كانت تاشيره العمره. ورجعت من العمره وانا مقرر ان انا برضو هسافر الصين، هروح الصين. وطبعا كانت المعلومات قليله جدا، وفكره انك هتسافر فين، اي مدينه ما كنتش عارف. بعدين يعني اخترت جوانزو. ولما سافرت جوانزو انا طبعا هكلم الناس ازاي، ما اعرفش اي حاجه خالص. رحت هنا شارع المكتبات، رحت طبع ايه والله جد انا اريد ان اكل. انا تايه والله العظيم انا اريد ان ابدل فلوس. اين الاسواق؟ كل سنه كام؟ 2013. كانت الموبايلات لسه صغيره وكان البحث صعب، ف لسه الحياه ما اتطورتش. فرحت انا كاتب كل حاجه، فكنت كاتب الكلمه بالعربي وبالصيني. والكلام ده كان وقتها مسافر بكام؟ مسافر بكام فلوس؟ هو كان في امي ادتني $2000 بتوع اخويا، قالت لي دول امانه معاك، لقيت حاجه حلوه اشتري، ما لقيتش ارجع بالفلوس. رجعت بكروت ميموري تاني. والله العظيم. طب شغاله ولا بايظه؟ شغاله الحمد لله. بس كان في حاجه بقى اللي هي كانت شغاله وكانت اوريجينال وكانت 2 جيجا برضو كامله زي الفل، بس كان الكواليتي عالي جدا.
فكان السعر اغلى من اللي بيتباع في مصر. فالناس كانت في مصر بتشتري بدل ما هو 2 جيجا كان بيشتروا 1.8، فكان يفرق السعر في الكباستي. فعشان ابيعهم واكسب كان صعب، فنزلت ابيعهم هنا في المحطة. الناس افتكروني حرامي والله. فكل ما ادخل لمحل ما حدش يشتري مني، فقلت انا هجرب بقى اروح المنيا. يمكن هي كانت حاجة بسيطة خالص، ولكن كانت يعني دايما اقول ان هي ربنا بعت لي الفكرة ده، هي ان تكون مبدأ في الحياة. انا عملت غلطة ان انا عايز افتح كلام مع الناس والناس مش راضية تكلمني، فرحت اشتريت علبة سجاير. فكان اي حد يكلمني فراح مطلع له سيجارة وقلت تعالى نشرب سيجارة بره. فانا باين ان انا مش بدخن يعني. فالحمد لله ان الناس ما اشتروش. ليه؟ عشان بعدين الموضوع تطور، بدل ما انا بعمل صفقه عايز ابيع لواحد كروت ميموري، بقيت اعمل صفقات ب100 و200 الف دولار. فلو كانت دي مشيت كان بعد كده خلاص بقى اللي انت عايز بتشرب خمره هجيب لك انت خمره، ما انا ما بشربش، بس انا هجيبك في سكتي. فربنا بعت لي ان مش هي دي الوسيله اللي انت تدخل بيها على الناس، فاهم؟ فالحمد لله ان هي مشيتش. الحمد لله. وبعتهم بعد كده ازاي؟ بعتهم 5 واتباعوا؟ اتباعوا بس بعد فتره، ولا بعد 2000 فتره دولار كبيره رجعتهم، ما تقلقش. وفلوس السفريه راحت. يعني انت طلعت لا كسبان ولا خسران؟ اول مره طلعت ولا كسبان ولا خسران. بس دفعت فلوس الطيران. دفعت فلوس الطيران. يعني يعتبر خسران التكلفه. تاني مره عملت اول صفقه كنت انا فاكر كل تفاصيل يعني. كنت بوصل نت واصله لواحد في منطقتنا، وجي واحد اتصل بيا قال لي انا بكلمك من طرف فلان. فالراجل جالي كنت انا مطرف خالص، قال لي احنا عايزين بضاعه كذا وكذا وكذا. كانت تجهيز المحلات، الهوك والشوك والكوابيل والستاندات والحاجات دي، محلات عرض البضاعه بالظبط. تجهيز المحلات. فقال لي احنا عايزين بضاعه كذا وكذا وكذا. فقلت له خلاص اوكي ماشي وتمام، رتبت كل حاجه، ولكن ما كنتش عارف هسافر اعمل ايه. هو كان الفكره كان في صديق صيني اتعرفت عليه من فتره هو كان في مصر، وقال لي تعالى الصين. فانا قلت خلاص انا رايح الصين. فهو كان فاكر ان انا غني، وانا كنت فاكر ان هو غني. لما تقابلنا في الصين عرفنا ان احنا الاتنين مفلسين، فهو عايز يستغلني وانا خايف منه، فرحت انا سايب الفندق ومشيت. وانا في الصين افتكرت الراجل ايه اللي انا قابلته في مصر، رحت متصل بيه قلت له انت لسه عايز البضاعه؟ قال لي اه. فدخلت ادور على علي بابا، بدور بقى في جوانزو، دورت اتعرفت على مصنع، رحت زرت المصنع، صورت له البضاعه، صورت اخدت منهم كتالوج، صورت له كتالوج كامل، قال لي احنا عايزين من ده ومن ده ومن ده، فاشتغلنا. جبنا اول مره. طب الرحله الاخيره دي بقى الحمد لله بعت الرحله فيها؟ دي مش الاخيره، دي كانت الرحله الثانيه، لسه سافرت الصين حوالي 20 مره. ما شاء الله. الرحله دي اللي جبت فيها معدات التجهيز بتاعه تجهيز المحلات، ولا كسبت ولا خسرت. يعني مثلا طلعت بالتكلفه. يعني اول مره خسرت؟ بص يا غالي، اول وتاني وتالت ورابع مره ولا كسبت ولا خسرت. بس انت اول مره دول اول خسرت؟ مره يعتبر يعني كل مره انا بشيل تكلفه، بشيل تكلفه. لكن قول مثلا الاولانيه دي كانت مكلفه من 100% انا اللي دافعها. الثانيه لا، الثالثه لا، الرابعه يعني انا كسبت اللي يغطي التكلفه. ده من اول السفر بس، من اول الثانيه؟ من الثانيه. طب زي الفل يعني. هو اصلا انت كنت اعتبرها الكورس الاولانيه دي؟ الاولانيه دي كانت تعليم بالظبط. انت صح وانت بتسافر الشنطه بتاعتك ايه؟ الصين في 3 شنط، في شنطه 7 كيلو وشنطتين 23. بس بتروح بيهم فاضيين وترجعهم مليانين بقى ولا ايه؟ كنت ببيعهم. يعني هو الصين كان ما فيهاش اكل حلال كتير، فانا كنت مسافر كنت بشتري جبن وحاجات وببيعها. طب بتوصل للناس اللي عايزين ازاي؟ السوبر ماركت اللي بشتري منه كنت بقول له انت عايز حاجات من مصر، فيقول لي هات لي شوكولاته، هات لي مش عارف ايه، فكنت بجيب لهم والله. ده حلو الكلام.
هيقلل سعر التذكره شويه. بيقلل سعر التذكره، وكنت برجع بموبايلات. كنت مثلا وانا راجع بجيب موبايلات معايا. وفي وسط الشنط بقى وبتاع. كان بتعدي اصلا يعني. هو كان كنت ادخل على الجمرك واقول له مثلا انا معايا 10 موبايلات، فكنت ادفع جمركهم وادخل عادي. اه كان بس في ايدك. بس في ايدي. طب بس ده كنت حلو الكلام. بكسب. لا انا اقصد يعني شنطه، محتاج يعني شنطه ظهر واحده بس يعني، قميصين وبنطلونين وتعيش بيهم، ولا بتحتاج حاجات كتير؟ الصين الجو كويس. انا كنت في جنوب الصين في جوانزو. الصين الجو كويس، فمش محتاج تشتري يعني تشيل لبس كتير. ومع الوقت انا يعني اكتشفت ان انا مش لازم اشيل لبس كتير علشان وانا مسافر. يعني كل ما تكون خفيف كل ما تكون سفريتك اجمل واحلى يعني. فاهم؟ فكنت بتروح بايه بقى، هو ده السؤال. بروح ملابس. ايه اللي بروح بيش؟ يعني ما كتير يعني لا لا مش كتير. 3-4 تيشرتات. 3-4 تيشرتات. كام بنطلون وخلاص. يعني اللي تشيلهم في الشنطه السبعه اصلا. الشنطة السبعة تشيل كل حاجة. الشنطة السبعة تكفيك لمدة سنة يعني. هو نفس اللبس اغسله. فاهم؟ اغسله اسهل لك ما تشيل. ليه؟ لان انت مثلا مع السفر ممكن عايز تطلع من بلد لبلد، فالشنطة الصغيرة دي هتساعدك كتير. شنطه سبعه واتكل شنطة على سبعة الله وعيش حياتك. بالظبط. اللي بعد كده رحنا فين بقى؟ بعدين سافرت الصين تالت مرة ورابع مرة. تالت مرة اشتريت قماش بتاع التنجيد. ودي كانت أول مرة أسافر جوه الصين. أسافر جوه الصين داخلي. فاحنا حضرنا المعرض اللي هو كان كانتون فير. وبعد المعرض جمعنا الأماكن اللي احنا هنسافر لها، وسافرنا بلد اسمها أوهان. لا، سافرت حنين. تمام. وبعدين سافرت بلد اسمها كيتشاو. وبدات اتعامل مع الصينيين. لا ان انا يعني ايه، احنا مش غربة على بعض، انا خلاص اعرفهم. فاهم؟ ف ودي برضو الحمد لله توفقت فيها. بعدين سافرت رابع مرة. سافرت الامارات. كانت السفرية بالترتيب كده: اسيوط، القاهرة، دبي، جوانزو، شنغهاي، مصر. في مباشر من مصر؟ في مباشرة مصر طيران بس. فدي رابع سفرية. الخامسة قررت فيها ان انا اعيش في الصين. تعيش في الصين. انا لغايه دلوقتي مسميك احمد عكر الصين على الموبايل بتاعي. بقى شفت النهارده في جيت كونتاكت. لغايه دلوقتي يعني. لحد النهارده. وفي ناس لحد النهارده بتقول لي يا صيني. وفي ناس بتقول لي يا كازاخستاني بقى عشان مؤخرا موضوع كازاخستان. الكلام ده كان سنه كام بقى؟ الكلام ده كان 2000 و 2000 نهاية 2016. سافرت 3/11/2016. انت نقدر نقول قعدت 3 سنين رايح جاي، بعدين قلت هقعد هناك. قلت هقعد هناك. قعدت بعدها 7.5 لغايه 2018. لغاية 17/5/2018. وبعدين بعدين نزلنا عملنا واتس فطور. اللي هو الفتره كنت بتقول ان في شويه افكار في الصين عايزين نعملها في مصر. هو كانت فكرة واتس فطورة كانت في 2014. كانت مجرد فكرة، وعملنا مثلا جربناها كده بشكل تجريبي. عملت كام اوردر. بعدين شغل الاستيراد اخدني. بعدين سفرية الاقامة في الصين اخدتني، واشتغلت الحمد لله كويس جدا. كنت بشتغل في كل حاجة. اشتغلت كويس يعني. بعدين نزلت في مصر. كان نفسي اعمل حاجة تكون تسهل على الناس عيشتهم. انا بحب الحاجات. فكان الفكرة نفسها مش موجودة. حد عايز يشتري حاجة من مكان مفهوش ديليفري، انا اوصل لك الدليفري. فكان هو الفكرة برضو كانت الهدف منها ان تخدم المرأة العاملة، الست اللي بتطبخ اكل، تعمل اكل حلو ومعاها اطفال. فهي طبخت الطبخ وعاوزة توصل الاوردر، فده هادر وقت. هي كان ممكن تعمل بيه اكلات جميلة تكسب اكتر وتفيد الناس. فتخدم الست كبار السن. فكان الهدف ان انا اسهل على الناس حاجه. فجت واتس فطور، فكانت من اجمل المشاريع طبعا، واللي هي لسه قائمه الحمد لله. بس لازلت افتخر بيها يعني. عشان بس اللي مش فاهم ايه واتس فاتوره، ده شركه دورها توصيل شحن داخلي هي بين الشوارع. هي زي ما مكتوب كده في السجل التجاري.
شركة توصيل طلبات للمنازل. حتى كان نزل خبر في اليوم السابع فوقتها أحمد عكرة ترك تخصصه ليعمل في توصيل الطلبات للمنازل. كان ليك كام صورة حلوين وانت بتوصل وقتها؟ وانا بوصل كان مش عارف عجلة في الاول، بعدين بقى موتوسيكل. احنا بدأنا بموتوسيكل واحد، وبعدين 3 موتوسيكلات، بعدين رحنا مدخلين العجل، بعدين النهارده ممكن يكونوا وصلوا ل40 موتوسيكل ان شاء الله. دول تبع واتس فاتورة ولا كل سواق بيجي احنا في الاول كنا بنشتري الموتوسيكلات، بعدين دلوقتي خلاص هو يجي بالموتوسيكل بتاعه، يجي بالعجله بتاعته خلاص. وده النموذج الاشهر في شركات الدليفري حاليا اصلا يعني. هو ما فيش شركه دليفري في الصعيد عموما اللي ما واخده التجربه بتاعت واتس فاتوره. ويعني بدون مبالغه طبعا اغلب اصحاب الشركات اللي موجودين في اسيوط يا اما اشتغلوا في واتس فاتوره، يا اما يعرف حد اشتغل في واتس فاتوره كده يعني، لان هو كان سيستم انا اللي عامله فاهم. وبعد كده قعدت كام سنة في واتس فاتورة؟ قعدت في واتس فاتوره 1.5 سنة. معلم معاك 1.5 سنة ده؟ مش عارف، انا بزهق بعد 1.5 سنة. بس اشتغلت في واتس فاتوره، عملت واتس فاتوره وقعدت فيها حوالي 1.5 سنة، بعدين رجعت تاني على الصين. كده احنا بنتكلم في 2020 تقريبا. 2019 بالظبط. 2019 يعني قبل 2020 بشهرين انا حضرت كورونا في الصين. اول ما بدأت نزلت مصر بعد 4 شهور، يعني قعدت شهرين في الصين، نزلت مصر قعدت شهرين كمان، بدأت كورونا نزلت مصر. بعدين كنت فاكر ان مصر يعني ان كورونا، كنت فاكر ان كورونا هتخلص بسرعه، ولكن طولت قعدت كذا سنه، والصين قفلت 3 سنين. انتظرت الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، لقيت الموضوع مطول فسافرت على الامارات. امتى الكلام ده؟ شهر 8 2020، بعد 10 شهور من كورونا تقريبا. بعد 8 شهور. وسافرت الامارات لهدف، لان الامارات كانت الدوله الوحيده اللي فاتحه ما قفلتش، لكن كل دول العالم كانت مقفوله. فقلت اسافر على الامارات، ولما تفتح الصين بروح اسافر من بره. ما حصلش. اتجوزت. وانت جوازك ده قصه. بس فتعرفت على مراتي في الامارات واتجوزنا ونزلنا مصر. بعدين رحنا سافرنا على كازاخستان، اللي هي اصلا كازاخستانيه. مراتي كازاخستانيه. وطبعا يعني رغم اني بحب الصين جدا، ولكن تجربه كازاخستان تجربه جميله جدا وشيقه جدا. وانا درست في انا اداب تاريخ، فانا درست دول ما وراء النهر. فكره ان انت درست الدول ده هي وهما بياكلوا ايه ويشربوا ايه ويلبسوا ايه، وبعدين تروح تشوف البلاد ده هي، فموضوع ممتع جدا وشيق جدا. انت تاكل الاكل اللي انت كنت بتقراه، فاهم، تقرا عنه يعني. بس هو نهر السند ولا نهر ايه ده؟ نهر القزوين كسبي. طيب قول لنا بقى اتجوزت ازاي اصلا؟ خدت القرار العجيب ده ازاي؟ خدت القرار العجيب ده ازاي؟ هو كان يعني انا مراتي اتعرفت عليها كان ضايع منها موبايل، دورنا على الموبايل ما لقيناهوش. بعدين كانت عايزه تطلع السيم كارد، رحنا شركه بتاعه السيم كارد، عشان شركه اتصالات، عشان نطلع سيم كارد، نسيت الباسبور. رجعنا جبت لها الباسبور فضاع منها الكارت بتاع البنك. انا قلت لها طب تعالي بقى، انت عايزه تعمل ايه؟ انت عايزه ادور على شغل. فضلت ادور لها على شغل ما لقيتش خالص. فانا كان عندي بضاعه عايز انزلها مصر، قلت لها خدي البضاعه دي نزليها مصر، وكان فيها موبايلات، وكان الموضوع قانوني يعني ما فيهوش حاجه. فاخدت الموبايلات نزلت بيها، الجمرك طلب فلوس اعلى من ثمن الموبايلات. والله. فهي ما كانش ينفع ترجع البلد، ترجع يعني تاني يوم كان رجعت تاخد الموبايلات تستلمها يعني، فاتتها تذكرة الطيران، فحصل مشاكل كتير يعني. بس فارتبطت بيها ان هي كان ما ينفعش تسافر اصلا، وهي كانت تحملت المسؤوليه يعني مسؤوليه الموبايلات دي. هي كان ممكن ترجع على بلدها على طول من مصر، فهي تحملت المسؤوليه جامد، كانت صابره معايا، فعجبتني. ده مش يعني
مش استغلاليه، مش حراميه، مش على عكس ناس كتير يعني قابلتهم في حياتي. قلت لها طب ما نتجوز نتجوز بقى في المأساويات اللي احنا فيها دي. فقالت لي ماشي. بالبساطه دي. هو كل الناس بره مصر بيتجوزوا بالبساطه دي يعني، بكل صدق. كل الناس بره مصر بيتجوزوا، تتجوزين اتجوزك شكرا مع السلامه، خلص الموضوع. انا البنت تجوزيني وموافقه كام؟ ما هي ما خدتش وقت تفكر فكرتش اللي هو سين. بتتجوزين اتجوزك خلاص. كان لغه ايه وقتها؟ احنا لحد النهارده بنتكلم انجليزي لحد النهارده، بس انا يعني لما سافرت كازاخستان بكلم روسي دلوقتي، ولما كنت عايش في الصين كنت بكلم صيني طبعا. هو كازاخستان اللغه الرسميه فيها روسي؟ اللغه الرسميه اللغه الروسيه، وهم بيتكلموا لغه تانية اسمها اللغه الكازاخيه. بس هي مش موجوده في المعاملات الحكوميه. مش موجوده في المعاملات الحكوميه، بس الناس بتتكلمها، موجوده في بين الناس زي يعني. اللغه النوبيه في مصر كده. لا بس مش يعني، هي مش لغه اندثرت، لان هي اللغه الكازاخيه لغه موجوده في المجتمع، الناس بتتكلم كازاخي عادي. لكن كازاخستان نفسها فيها اجناس كتير، فيها روس اصلهم روس، وفيها تتار، فيها اللي هم تترستان، وفيها جنسيات كتير، فهم اندمجوا في مجتمع واحد بيتكلم روسي، فاهم؟ بس قدمت لها مهر كام وقتها؟ زيرو. زيرو. زيرو زيرو. زيرو والله. والقايمه؟ زيرو. طب الاجراءات؟ اجراءات يعني، هو طبعا موضوع الاجراءات، اجراءات الجواز في مصر بتكون صعبه شويه للاجانب، فعملنا يعني الموضوع شويه مكلف، تمام، بس يعني ايه برضو الموضوع سهل. تحس ان هم بره مصر عايزين يتجوزوا؟ هم جوه مصر مش عايزين يتجوزوا بس ادي موضوع. هو جوه مصر مش عايزين يتجوزوا. كان معاك فلوس، كان بما انك دفعت زيرو كده انت ما كانش معاك فلوس اصلا. لك ان تتخيل، انا مش هحكي لك على ما قبل الجواز، ما بعد الجواز وبعد الجواز. يعني احنا جينا قعدنا في اسيوط، بعدين سافرنا على القاهره عشان يعني ايه الدنيا ان شاء الله تكون احسن يعني. فاستلفت فلوس الايجار من امي، كان ايجار يعني، كانت هي منطقه شعبيه، كان ايجار 1100 جنيه. ومكان المكان اللي انا اجرت فيه كان فاضي تماما والله. قعدنا 6 شهور نايمين على الارض. الارض حرفيا يعني. هيئة كرتونة، كان الراجل جاي ياخدها، قلت له سيبها، بتاعت كرتونة بتاعت تلاجة. بعدين امي بعتت لي بطانية، كنت بحط البطانية دي يعني ايه تخفف على كتفي شوية بس. 6 شهور؟ 6 شهور يعني، انا لدرجة ان احنا ما كانش عندنا بوتاجاز، فكنا بناكل بره. فانا عشان بعمل فيديوهات، فكنت بستغل الفرصة ان انا باكل بره ان انا اعمل فيديو. فالناس كانت بتبعت لي تقول لي لو معاك قرش اقتصد شويه. ف جه ظرف كده، فقلت للناس تعالوا شوفوا بيتي، كان فاضي تماما يعني. انا فاكر ان انا جبت الكرتون اللي انا بنام عليها، قدمتها للضيوف، حطيتها في الصاله قعدوا عليها. بس صورت الكلام ده؟ صور يعني في فيديو بيجيب البيت وهو فاضي تماما. وبعد 6 شهور؟ بعد 6 شهور سافرت على كازاخستان. كنت خلصت الاوراق والحاجات دي؟ هو كان الفكره ان توثيق العقد الجواز، التوثيق بالترجمه، والترجمه تروح يقول لك اسبوع ومش عارف ايه وكده. بعد ما خلصت الورق، هو برضو الموضوع ما كانش عائق الورق، انا مش معايا برضو فلوس السفر، ما كانش فيه فلوس السفر. فلما جهزت فلوس السفر سافرت. يعني انت يعني 6 شهور دول كان مصدر دخلك ايه فيهم طيب؟ مصدر دخلي ان انا بشحن بضاعه للصين، بشحن بضاعه من الصين لمصر. وكان برضو كان بتيجي كورونا، بشحن بضاعه بيتحجر عليها، بضطر احاسب الناس، فبدخل جمعيه ادي فلوس الناس واكل تراب. انا عايز اقول حاجه. انا فاكر في يوم من الايام انا كنت جايب اللي هي الصباره الراقصه،
كان حد طلبها اتلغى الاوردر. البضاعه اتحجر عليها في الصين، وما عرفتش اسلمها. ولما ما عرفتش اسلمها جات لي بعد كذا شهر معاهم لبس، شويه لبس اطفال، وجاي مثلا شويه ازايز و10 صبارة راقصة وحاجات كده يعني. ما كانش في مصدر دخل خالص غير ان انا بعرض الحاجات ده هي على الماركت بليس، تتباع القطعة، اخد 200 جنيه حاجة تاني وهكذا. ففي يوم ما كانش معايا فلوس اكل خالص نهائيا يعني. فانا كنت ساكن في 6 اكتوبر، فنزلت الحصري، مكان التجمع الناس وكده، فعلشان ابيع السفارة رخيصة عشان اشتري عشاء. فانا نزلت اكلم الناس، تشتري سفارة رخيصة جميلة مش عارف ايه. وانا يعني انا قبلها كنت مسافر مثلا حوالي 7 دول او 6 دول مثلا، تشتري سفارة رخيصة محدش راضي يشتري. فمراتي خدت مني الحاجة وقالت تعرض على الناس، هلو هاو ار يو كاكتوس فيري نايس، محدش راضي يشتري. فجه طفل صغير كده قال لي انت محير نفسك ليه؟ قلت له يعني اعمل ايه؟ قال لي لبسها نقاب وقعدها جنب امي. عشان قال لي بدل ما انت بتبيع ومش عارف تبيع، اقعد لبس مراتك نقاب واقعد اشحت. حتى يعني انا كنت لسه من فتره صغيره، رمضان اللي فات كنت في نفس المكان، اقسم بالله قعدت في نفس المكان. فقلت يا ربي بما انزلت علي من خير فخير. فيعني قلت اللهم لك الحمد يا رب. يعني انا من كام سنه انا فاكر انا كنت واقف هنا الواد بيقول لي اشحت، ما خلي مراتك تشحت مع امي. فرحت اول ما قلت كده قلت له ايوه رايك سليم. رحت واخد ورحت مروح على البيت. يوميا ما اتعشتش. بس لكن كحياة رجل الأعمال هو حياتهم في البدايات كده. والناس دايما تفتكر ان حياة رجل الأعمال في البدايات بتكون مثلا 6 شهور سنة. لا ممكن تكون 20 سنة توصل عادي. عادي بتبقى هي البدايات 10 سنين و20 سنة عادي. انا المستغربه اه هي ليه صبرت عليك؟ انا نفسي مش عارف. لا اللي انا مستغربه بقى ان احنا لما سافرنا كازاخستان، هي عندها بيت، عندها شقة تمتلكها بتاعتها، وعندهم بيت كبير جدا، وعندهم مزرعة فاهم. فهي صبرت عليا عشان بتحبني. والله. بس الحمد لله. بس لك الرجاله المصريه لو سمعت الكلام ده. انا يعني هو الناس دايما تفتكر يعني ان مثلا انا معذب مراتي في ان انا بسافر وهي بتسافر معايا، ونعيش عيشه صعبه وساعات يعني، بس ساعات بنسافر كتير، بس احنا عشان بنحب السفر بنحط السفر في اولوياتنا. وانا مثلا بدل ما انا هسافر لوحدي وهركب طياره، ممكن اركب قطر مثلا. لو دوله مثلا زي اوزبكستان وانا في كازاخستان اسافر بالقطر، فبوفر فلوس السفر، وبدل ما اسافر شخص يسافر 2 فاهم. فبتسافر معايا وبنعيش ايام حلوه يعني، مش كله صعب. متجوزين بقالكم كام سنه دلوقتي؟ نعم. متجوزين بقالكم كام سنه؟ 5 سنين. ايه احسن موقف شفته منها بقى خلال 5 سنين؟ لا كتير يعني لا في مواقف كتير يعني. هو اصلا فكره ان العيشه كانت في القاهره دي، هي الفتره ال6 شهور دول كانوا صعبين جدا جدا والله. فكانت صابره جدا وما اشتكتش يعني، لدرجه ان يعني ساعات مثلا ولحد النهارده تسالني يا احمد معاك فلوس؟ فانا السؤال ده يعني طب عايزه ايه؟ خلاص يعني لو معاك فلوس معلش هات لنا موز وانت راجع فاهم. مش بتطلب باوردر فاهم، بتطلب بطلب. فكده يعني. وهل بقى كل الكازاخستانيات
زي زوجتك كده ولا في اختلافات؟ لا لا لا، في كده وفي كده يعني، في انا شفت بعيني يعني. وفي ناس عندهم برضو متمسكين بالعادات، ولازم تدفع فلوس ومصاريف كتير، وتجيب ذهب لكل الستات اللي موجودين. في حاجات كتير برضو يعني، مش هي يعني اهو حظ من الدنيا بقى، اي حاجه وخلاص. عشان الناس ما تفتكرش هيروح كازاخستان وهيلاقي النموذج ده. اه عشان في ناس جت، مم. في ناس جت وكانوا فاكرين كده وما لقوش. ورجعوا تاني. الحمد لله على سلامتهم. والله انا سافرت كازاخستان. انت اقصد انت بعد جوازك اه سافرت كازاخستان. قعدت في القاره شويه، بعدين سافرت كازاخستان. تمام. اه. بعدين سافرت روسيا، بعدين سافرت اوزبكستان، بعدين سافرت الامارات حوالي 3 4 مرات. عملت فيهم ايه الفتره دي؟ ده شغل، بشتغل استيراد وتصدير. يعني اوزبكستان كنت رايح اشوف السوق ماشي ازاي، كان منها فسحه. روسيا كنت استلمت حاوية برتقال من مصر. من مصر. استلمتها من مينا اسمها نوفارسيسك، لان انا تعبت عشان اوصل لنوفارسيسك للاسم المينا بس. مم. فسافرت حوالي 3 4 دول، والامارات طبعا بتكون ترانزيت، وبنزل اسلم على اصحابي بشتري حاجات وكده. بعد ما سافرت كازاخستان، تمام. شغلك بقى في الاستيراد والتصدير بقى ظروفه شكلها ايه؟ كازاخستان من الدول الحبيسة، تمام، يعني هي ما فيش بحر، فهم اغلب المنتجات بيستوردوها كله من بره، الاكل كله بيستوردوه من بره. في حاجات بيستوردوها من روسيا، في حاجات بيستوردوها من ايران، في حاجات بيستوردوها من تركيا، وفي حاجات بيستوردوها من مصر. انا اول ما وصلت شفت دخلت رحت السوق ادور على المنتجات المصريه، ومن وقتها وانا بشتغل ببيع برتقال وببيع فراوله. مم. بتستورد من اسيوط ولا من محافظات تانية؟ لا هو في يعني في من السادات، وفي من كوم حماده، محطات اغلبها في القاهره، اغلبها يعني في وجه بحري. القاهره الكبرى بشكل عام. لا في وجه بحري، مم. في وجه بحري، في الجزء بتاع الدلتا يعني. مم. طيب. والموضوع ماشي عشان انت كان ليك فيديو انا كان ليا بتحاسبه الفيديو شهير اللي نزل في قناه العربيه، فهو كان طبعا ما مشيش بسهوله. كان في ايه، اول مره كانت خساره، تاني مره كانت خساره، تالت مره كانت خساره كبيره. ده هي الفيديو. اول فيديو كان خساره، اللي هو ده اللي عملت فيه الفيديو. التاني ما اتكلمتش عليه، والتالت ما اتكلمتش عليه. بس يعني كانت خسارات كتيره، توصل ل 14,000 دولار مع بعض. 3 مع بعض 14,000 دولار. مم. ولكن بعدين الحمد لله الدنيا اشتغلت زي الفل. الحمد لله. ودلوقتي راجع مصر اجازه ولا؟ انا راجع مصر مشتاق. مشتاق لكل حاجه. وهترجع تاني كازاخستان بعد كده؟ هرجع مصر، هرجع كازاخستان ان شاء الله، يمكن بعد شهر. وممكن انزل مصر عشان انزل انتخابات. ممكن يعني، بس ما اعرفش اذا كان اكيد ولا لا. الدنيا زي ما تشوف، زي ما تودينا الدنيا يعني. انت مقتنع ان ممكن حد يخش انتخابات في مصر؟ طبعا. يعني اعتقد ان الموضوع حاليا ما بقاش للافراد يعني. من حق كل مواطن ان هو ينتخب اللي يراه مناسبا، ومن حق كل مواطن ان هو يترشح. مش بس على ارض الواقع لازم الموضوع بقى تحالفات يعني، ما بقاش يعني. ما اعرفش والله، طيب. ما اعرفش. بشكل عام الفرق بقى من الحياه بين الصين وكازاخستان ومصر. بص، الصين دولة تكنولوجية عالية جدا 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 فوق خيالك. فالموضوع يعني مصر والصين مفيش مقارنة، يعني عشان هتقارن هتتعب. عيش كل بلد بالحلو اللي فيها، والسلبيات تقبلها. فاهم يعني، الصين بلد تكنولوجية جدا، بس انت تعرفش حد. ومثلا الناس برضو ماديين شوية، عندهم المادة اكتر. في مصر الناس طيبين بس مفيش فلوس. مثلا كازاخستان نظيفة جدا بس فيها وحدة، وفيها برد، وفيها تلج. مصر حلو بس الشوارع لسه برضو مش احسن حاجة. فاستمتع بكل بلد الحلو اللي فيها، هتقدر تعيش كويس في اي بلد. كنت في بوست نزلته في مره اه ان البنت اللي في اعدادي عندنا في ابتدائي عندها علم في الدين اعلى من اي حد في كازاخستان او. بالظبط. كان ده هو حقيقي؟ بالظبط، هو كازاخستان من الدول اللي اسلموا وحسن اسلامهم.
وحصل ان دخل الاتحاد السوفيتي لغى الدين، لغى الدين تماما ولمدة 70 سنة. فاللي حصل ان الناس اللي باقي من الدين تم المزيج بينه وبين العادات الروسية او عادات الاتحاد السوفيتي بما فيها الخمور وكده يعني. فالمعلومات عن الدين ضعيفة جدا، ودي نقطة سلبية لو حد هتجوز من كازاخستان. وفي ناس ما يفرقش معاها الدين، ناس ربنا يصلح حالها. وفي نقطة تانية برضه الناس واخدة بالها منها، انت لما تتجوز من دولة تاني هتضطر تسافر وترجع كتير. سافر وترجع كتير، ودي تكلفة كبيرة جدا. اه تكلفة كبيرة جدا، الا لو انت طافش بقى خلاص طفشت ومش هترجع. ولو جبت عيال، لو جبت عيال بقى تشيل تذاكر 3-4 تذاكر رايح 3-4 تذاكر جاي، ده تكلفة اكتر من تكلفة الجواز في مصر. هو في حالة كمان الخلافات الموضوع هيبقى، في حالة الخلافات هتروح تعيش في بلد مثلا ما فيهاش 10 بني ادمين، وتقعد انت عايش في البلد ده هي عشان عيالك. فالناس بتفهم انت في الاول الموضوع اريح في الاول. كل جوازة ليها مزايا وليها عيوب. يعني فالموضوع مش طبعا مش الفيسبوك اللي بيحصل فيه ده يعني. بص، في ناس كتير جدا بتعمل فيديوهات يقول لك اتجوز بدولار واتجوز ده يعني موضوع فانتزي قوي يعني، مفيش الكلام ده خالص. ما تعرفش عادات، ما تعرفش تقاليد، ما تعرفش الناس بتسافر ازاي، ما تعرفش البلد هتسافرها ازاي، هتعيش فيها ازاي، هتكسب ازاي، يعني ولا اي تفاصيل. وعايز تشتغل صعب طبعا. فيعني الناس تروح تسالك برضه مصروف الاستيراد والتصدير، صروف الجواز من بره مصر. انا يعني هو كل مره الناس تسالني على الاستيراد، يعني مثلا ممكن واحد يسالني يقول لي عايز فكره عامه عن الاستيراد. موضوع يعني زي ما بتسال دكتور تقول له اديني فكره عامه عن الطب، موضوع كبير. ناوي ترجع الصين تاني ولا خلاص؟ لازم ارجع الصين، لازم ارجع الصين جدا، لان الصين جميله، فيها شغل كتير جدا، فيها ربح كبير جدا، بلد جميلة 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 كل حاجة. ان شاء الله ربنا وعدنا نزورهم يوما ما باذن الله. ان شاء الله هستقبلك، انا هستقبلك في المطار. يا رب ان شاء الله. سعدنا بيك يا احمد. انا اسعد والله. وكانت يعني قصه يعني فيها شويه حاجات لطيفه حبيبي، وان شاء الله نلتقي بيك بعد مش عارف كام سنه تاني تحكي لنا على الحاجات اللي حصلت في السنين دي ان شاء الله. ونشوفك نزلت انتخابات ولا لا ما اكون ما نزلتش. انا خليك. كنا معكم في حلقه شيقه من زيديات بودكاست، وان شاء الله نلقاكم في حلقات تانية. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعملها لايك وشير وكومنت وشويه الحاجات الحلوه دي. ولو شايف ان في حد ممكن نرشحه يحضر معانا فبرضه سيب لنا اسمه في الكومنتات. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.